السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم حبايبي. عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايه رايكم بقى في الحلاوه ده؟ حطوا لي رايك، عشان ده اول مره في حياتي اعمل قلقاس بالسلق، قلقاس اخضر. تمام. ماما طبعا الله يبارك لها اللي كانت بتعمله دايما، فدي اول مره اعمله، وعايزه اقول لكم طعمه كان تحفه. فانا بصراحه ما عرفتش اصور قوي لان كنت خايفه يطلع مش حلو. المهم احنا حطينا ميه تسخن يعني عشان نسلق اللحمه، وهنا ده السلق والخضره. تمام. الميه غلت اهي، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. وهنبدا بقى نحط ايه اللحمه بتاعتنا. تمام. انا عايزه اقول لكم جربوا بصراحه الطريقه دي. بصي يعني الله اكبر، انا حماتي وسلفتي وعيالي وعيال سلفتي وجوزي وانا، بصوا كلنا من القلقاس ده من كتر حلاوته، احنا ما كناش عايزين نبطل. يلا بينا. بصوا دي كده احنا خرطنا الخضرة، وادي ده القلقاس. بصراحة انا بفرز القلقاس عندي، مش يعني الموسم بتاعه بيجي بجيب كمية وافرزها. تمام. هنا ده السلق، بشيل بقى كده الورقة دي. تمام. والعصيان دي انا مش بحتاجها، انا بشيل الورق بس. خلاص هخلص الكمية دي كلها وارجع لكم. اهو بصوا انا كده عملت اهو كله. خلاص. وادي هنا اللحمة حطيت لها التوابل بتاعتها، وخدت منها كوباية واحدة بس. خلاص انا حطيت لها توابل لحمه وبصل وورق لورا وكل التوابل بتاعت اللحمه، واسيبها بقى تستوي. تمام. وجبت بقى الكوبايه اللي انا خدتها من الشوربه، كوبايه شوربه خلوا بالكم. تمام. وحطيت فيها بقى السلق في الخلاط يعني، وحطيت فيها ايه ورق السلق. هحط نص الكميه. خلاص. وهضربه، ما تخافوش طبعا الخلاط مش هيجرى له حاجه، لان انا ايه يعني حاطه شوربه، وحتى ادوس بايدي تحت كده عشان ينزل. تمام. اهو كده هبدأ اضربه بقى لحد ايه ما اخلص الكمية بتاعت السلق بتاعتي دي كلها. اول ما يلين كده هحط ايه الكمية التانية. تمام. اهو بصوا انا عايزة اوريكم ان هو تمام خالص وبدأ يمشي في الخلاط اهو. هبدأ بقى ايه احط الكمية واحدة ورا التانية لحد ما كله يتخلط في الخلاط. عارفين بقى الفترة دي الناس بتعمله لون اخضر كده، لا انا هعمله لونه زي ما انتوا شفتوه اول الفيديو كده، اللي هو اللون بتاع القلقاس الاساسي. تمام كده خلاص. وهبدأ بقى احط عليه الخضرة. تمام. دوت شبت وكزبرة اهو. ضربت بقى كله كده اهو زي ما انتوا شايفين. وهبدأ بقى كده ان انا طلعت اللحمة اهي من الشوربة، وهبدأ اجيب معلقة سمنة كبيرة. خلاص. وفصين توم اهو زي ما انتوا شايفين. وهبدأ ان انا ايه اشوح فيهم. بصوا انا لو غلطت في حاجة او حطيت حاجة قبل حاجة قولولي، عشان دي اول مرة اعمل فيها القلقاسية ابو سلق ده. المهم كان عندي كيس كده فيه طماطميتين، جبتهم حطيتهم على التوم من غير اي حاجه، ولا فلفل ولا ملح ولا كزبره ولا اي حاجه. تمام. وحطيتهم على الشوربه. خلاص. وهجيب معلقه سمنه في نفس الطاسه ومعلقه زبده كده حلوين. تمام. عشان هشوح فيهم اللحمه. وادي هنا الشوربه انا سايباها ايه تغلي بس على الهادي. خلاص كده انا هستنى لما تسيح، وهبدأ بقى اسمن كده واحط اللحمه. خلاص. حطيت بقى اللحمه بتاعتي، وهبدأ بقى ان انا اشوح فيها لحد ما تتشمع اهو. بصوا شايفين اللون الحلو ده. وبعد كده هطلعها واحطها في الشوربه زي ما انتم شايفين بعد ما شوحتها. وهاجي على الشوربه هصفي القلقاس ده، صفي الميه بتاعته كلها شوربه. شايفين؟ طبعا واحده تيجي تقول لي ايه ده لونه اخضر اهو، اقول لكم لا استنوا. خلاص. وحطيت معلقه سمنه كبيره بلدي. تمام. وحطيت بقى بقيه الخليط اللي انا عصرته هناك. وهنا قبل ما انزل بالقلقاس على طول عصرت نص ليمونه. خلاص. ونزلت بالقلقاس بتاعي اهو، وكل ده والنار شغاله. حلو الكلام حلو الكلام. خلاص انا اديته تقليبه كده بقى، وهسيبه ايه لا يغلي مع نفسه يستوي لحد ما اعمل التشويحه دي بتاخد وقت يا جماعه. خلاص. هبدأ بقى ان انا اقلب. بصوا بقى كده ولسه. تمام. حطيت بقى في المرحله دي معلقه توم كبيره ومعلقه كزبره كبيره. حلو. وهبدأ بقى ان انا افضل اقلب فيهم لحد ما يشخللوا كده. ماشي. ادي اهو القلقاس شايفين لونه غمق ازاي، ومحدش يقول لي دي اتحرقت، لا هي كده، دي كمان لسه انا قلبت فيها شويه. ماشي. وهنزل بيها بقى على اللهم صل على النبي على القلقاس اهو. بصوا لونها انا عماله اقرب منها، بصوا لونها اتشخلل خالص كده وبقت تمام.
خلاص كده اهوت نزلت بقى عليه اهوت القلقاس. بصوا لونه عامل ازاي، ما بقاش اخضر اهو. هو بس البخار عشان مش راضي يعني، البخار ما كنتش واخده بالي ان عامل على الكاميرا. المهم كده خلاص غرفته، وكنت غرفه طبق تاني فيه لحمه بقى وبتاع بس نسيت اصوره. المهم دي الطريقه، جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه. بجد تحفه. حطوا لي لايك على الفيديو، اشتركوا في القناه، وفعلوا لي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يجيلك ايه زغروطه كده منه. مع السلامه.